تريد الإخلاص، جاهد نفسك على العمل. تريد طمأنينة قلبك، تريد خشوع في صلاتك، تريد أن تحفظ القرآن، تريد الدرجات العالية في الجنة، تريد أن تزداد علما، أن تزداد عملا، جاهد نفسك، أبذل الأسباب واجتهد فيها، واصبر وصابر ورابط، ستجد الخير ينفتح أمامك. وهذا هو الفرق بين المحسن وبين المقتصد وبين الظالم لنفسه. كل يجد عمله. هذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقونا. الصحابة رضي الله عنهم كان كلامهم قليلا ولكن كان عملهم كثيرا. لكن نحن مشكلتنا اليوم نتكلم كثيرا وعملنا قليل، ما نجاهد أنفسنا. نعرف نتكلم ونبين وكذا وننصح كذا، لكن تعال أين هذا على